رسم أحد الفنانين المشهورين لوحة جميلة، وقرر أن يضع هذه اللوحة في مكان مزدحم. راح كده في مكان زي مترو الأنفاق، وحط اللوحة بتاعته، وحط تحتها قلم أحمر، وكتب ورقة صغيرة وقال اللي يلاقي حاجة غلط في اللوحة يعمل عليها بالأحمر. ساب اللوحة ومشي. رجع بالليل لقى أن اللوحة كلها متعلم عليها بالأحمر. الحقيقة هو غضب جدا، وخد اللوحة بتاعته وتوجه إلى أستاذه وهو في حالة يعني يرثى لها. قال له شوف عملوا إيه في اللوحة. قال له أنت عملت إيه؟ قال له أنا هبطل رسم أصلا. قال له أنت عملت إيه؟ قال له أنا عملت كذا كذا، وحطيت قلم أحمر، وقلت اللي يلاقي حاجة غلط يعلم عليها. قال له لا، غير الصيغة، ارسم اللوحة تاني من جديد، وروح حط اللوحة في نفس المكان وغير الصيغة، واكتب اللي يلاقي حاجة خطأ يصلحها، اللي يلاقي أي غلط في اللوحة يصلحه. عمل نفس الكلام وحط القلم الأحمر وكتب اللي يلاقي أي حاجة غلط في اللوحة عليه إنه يصلحه. ساب اللوحة ومشي، ورجع بالليل لقى اللوحة زي ما هي. سابها يوم واثنين وثلاثة، رجع لقى اللوحة زي ما هي. فهم الرسالة اللي حب يوديها له أو يوريه أو ياخدوا ليها الأستاذ بتاعه، وهي الناس الصالحين كتير جدا لكن المصلحين قليلين. عشان كده مهم جدا إن احنا نخرج من مرحلة الانتقاد إلى مرحلة إن احنا يكون عندنا وجهة نظر ويكون عندنا رؤية مختلفة. دكتور حسن الخباز، الخبير الاقتصادي التنموي والمراقب المالي والمحلل المالي والمحاسب القانوني، أهلا بيك في أول بودكاست بيننا وبين بعض. وعايز أسألك، أنت شفت القصة بتاعت اللوحة دي إزاي؟ في الاول طبعا ازيك يا استاذ هشام. أهلا انا بيك. بتشرف جدا بان انا اعمل معاك البودكاست، وان الشرف شاء لينا. الله يبقى فيها افاده للناس. القصه اللي انت قلتها دي قصه الحياتيه اللي احنا عايشينها. احنا شايفين ان المصلحين فعلا قليلين. ليه؟ الصالحين كتير والمصلحين قليلين. ليه بقى؟ لان في ناس كتير جدا بتتكلم في كل الامور الحياتيه طبقا لثقافتها، طبقا لاحتكاكها، طبقا للامور اللي هي دارت فيها، ولكن مش ده دايما بيدي حلول، وما بيديش حلول إيجابية. ساعات جدا بنبقى محتاجين حلول مدروسة بناء على أفكار مدروسة واحتكاكات قوية ومؤهلات موجودة في الأشخاص اللي بيقدروا يعملوا الإصلاح دوت. فدي طبعا مشكلة بتقابلنا، إن إحنا بنلاقي الناس بتتكلم كتير والناس بتتعمل حاجات كتير ما بتبقاش فيها إيجابية. يعني احنا عايزين نقول ان الانتقاد سهل، لكن احنا عايزين نخرج من مرحلة الانتقاد ان احنا يكون عندنا حلول، يكون عندنا رؤية. طبعا دي اكبر نقطة مهمة جدا احنا بنحاول نسعى ليها، ان احنا ندور في اي مشكلة نتكلم فيها على حلول. احنا رتم الحياة بقى سريع، فما ينفعش ان احنا نقعد نتكلم ونقعد نسأل ونقعد نجرب. احنا لا، عايزين حد لما بيسمع موضوع يقدر يبقى مدروس بالنسبة له ويقدر يقدم حلول. ودي بتقابلنا في امور حياتية موجودة كتير جدا في حياتنا. انت جاهز عشان احنا هنشتغل بقى بوجهة النظر بتاعة الفنان اللي رسم اللوحة، ان احنا في كل القضايا اللي هنتكلم فيها في البودكاست بتاعنا احنا عايزين حلول. انت ربنا جاهز؟ يسترها. ان شاء يلا الله يلا جاهز. نبدأ. خلينا ناخد اول قضية بقى، عشان يعني هنشد مع بعض فيها قوي. قضية ربنا النادي يسترها. الإسماعيلي. قضية النادي نادي الإسماعيلي. الاسماعيلي مشكلة. النادي الإسماعيلي، يعني أنت كتبت في مقالة أخيرة ليك، اتكلمت عن البعد الاقتصادي، واتكلمت عن الحال بتاعة النادي الإسماعيلي والشركة الإماراتية والوضع بشكل عام. أنت كنت، خلينا نفتح الكادر شوية ونسألك كده، أنت كنت عايز تقول إيه؟ عايز توضح إيه للناس؟ والله بس في البداية موضوع الإسماعيلي ده، انت عارف الإسماعيلي ايه بالنسبة للشارع الإسماعيلاوي وبالنسبة للبيوت الإسماعيلاوية؟ الإسماعيلي مش فرقة كورة احنا بنشجعها، ده جزء من حياتنا، جزء من ذكرياتنا. كيان. الإسماعيلي كيان، لا طبعا كيان احنا بنعشقه ومش بنحبه على ان هي قصة كورة، لا ده رمز. احنا بنفتخر ان احنا من الإسماعيلية، بنفتخر ان عندنا فريق الإسماعيلي. مم. احنا الإسماعيلي اصلا في اساس انشائه، احنا جم اهالينا جمعوا فلوس من بعض علشان خاطر يعملوا النادي الاسماعيلي، علشان كانوا ممنوعين ان هم يخشوا الانديه بتاعه الدنفا والانديه الهيئه اللي كانت مملوكه للشركه الفرنسويه فطبيعي اهالينا عملوا حاجه مضاده بيغيروا المسار، للاستعمار، بيغيروا بيغيروا المسار. الفكر بعزة نفس وبكرامة تبقى موجودة. طب خليني بس أسألك، أنت ليه عندك حالة شجن كده، حاسس إن أنت حزين؟ حزين على النادي الإسماعيلي، مم. مش هو ده الحال اللي احنا وصلنا له، مش هو ده اللي انا اتربيت عليه. خلي بالك الإسماعيلي انتصاراته كنا بنفرح بيها وبنبقى مبسوطين بيها وحاسين بحالة غير عادية ليها، وحزنه مأثر علينا حتى في بيوتنا.
مم. عامل حاله حزن. انت لما الاسماعيلي بيخسر انت عندك حاله حزن كده وكآبه بتبقى موجوده في الشارع الاسماعيلي، ما انتش عارف هي من ايه. مم. ده ليه؟ عشان هو موجود في ذكرياتنا، موجود في شوارعنا، موجود في اصدقائنا، احنا اتربينا على النادي الاسماعيلي. فكون ان احنا نوصل لمرحله ان الاسماعيلي بينهار، ولا والجديد فيه ان بيتم التفريط في النادي الاسماعيلي. قصدك على فكرة ان انت تعمل استثمار مع الشركة الاماراتية ايا كانت الشركة يعني. مبدأ ان الاستثمار مع الشركة الاماراتية مبدأ يحزنك على نفسك. انت شايف ان هو كان غلط من البداية او التفكير فيه غلط؟ غلط طبعا، ده بداية خصخصة، ولكن مم. الطريقة طريقة شيك. هم عايزين يخصخصوا النادي، عايزين يبيعوا النادي، ولكن الطريقة شيك لان ده جماهيره جماهير كورة، جماهير شارع، فهتقلب الدنيا. قصة كلمة خصخصة انها تتقال ليهم هتبهدل الدنيا. هم عايزين يوصلوا لإيه كده؟ لا، ان فكرة البيع. واللي يحزني بقى ان في بعض الناس الاسماعيلوية، او مش عايز اقول اسماعيلوية، اللي بيحاولوا ينتموا انهم يبقوا اسماعيلوية بيتفاوضوا في قصة الخصخصة دي. احنا نبيع 50% ولا لينا كام في 49 المية؟ ولا 75% ولا 5. احنا وصلنا للمرحلة دي، احنا مم. هنبص انت ازاي بتبيع لنفسنا؟ ممتلكات نادي يعني، نادي براند يعني ايا كان وضعه هي دي الحالي بقى فهو النقطة. براند. انت النادي بتاعك ده يمتلك اصول وممتلكات قوية جدا. مم. يعني انت عندك النادي الاصلي، النادي الرئيسي اللي موجود، نادي اسماعيليه اللي موجود في شارع رضا وشارع شبين. القديم، ده اسماعيلي النادي القديم. القديم دوت موجود في اميز منطقه في قلب الاسماعيليه، والسور بتاعه ما اتعملش فيه غير كام محل ومتساب. وعندك مساحه تانية للنادي النخيلي اللي هو النادي الاسماعيلي الجديد، الاجتماعي. ده 30 فدان مم. لم يتم استثماره. انت فاكر ان الشركات اللي هتيجي دي هي جايه بترمي فلوس لا طبعا، او جايه ترميها مش حد على لعيبه؟ بيستثمر، محدش بيستثمر لا كده يعني. طبعا، انت عندك كنز لم يستغل. مم. كون ان احنا ما طلعناش من عندنا كادر يدير النادي الاسماعيلي بصيغة قائد او بصفة القائد يبقى موجود ويدير ممتلكات النادي الاسماعيلي، ده خطأ من عندنا. مم. انما مش معنى كده ان انا فرط في النادي الاسماعيلي. فده دفعني ان انا اكتب مقال. بس انا عايز اقول لك، انا مع الاستثمار، انا مش ضد الاستثمار نهائي. البالانس هنا فين؟ التوازن هنا فين؟ بس انا بتكلم على الاستثمار الذكي مم. اللي يعزز بمعنى قيمة النادي. بمعنى ايه؟ الاستثمار اللي يعزز قيمة النادي، اللي يعمل قيمة مضافة للنادي. مم. الاستثمار اللي يعمل دخل مستدام للنادي. مم. مش هفرط. مم. انا عايز ابني لمستقبل للنادي الاسماعيلي. احنا دايما كانت مشكلتنا ان النادي الاسماعيلي ما فيش دخل. مم. ليه؟ لان كل التفكير تفكير وقتي، انا مم. بفكر في المشكلة اللحظية اللي انا بمر بيها، ازاي احلها، لكن ما عنديش استثمار انما ما بعيد المدى. بتكلمش على حاجة بعيدة المدى مم. او حاجه تنفعني كاستثمار على المدى الطويل. مم. فلما جه دلوقتي التفكير في التفريط في اصول النادي والشركه عماله بتتفاوض، وبعدين الناس عمالين يتكلموا اصل 100 مليون، لا اصل 200 مليون. هناخد ال 200 مليون نعمل بيهم ايه؟ هنروح نسدد المديونيات بتاعت اخطاء سابقه موجوده عندنا؟ انت كده ما جبتش لعيبه، وكده كده القيد اتقفل اصلا. وما جبتش لعيبه. وحتى لو مشيت بنفس الفلسفه دي هتلاقي نفسك رحت جبت لعيبه تانية برضو سيئه. مم. ما هو احنا المشكله عندنا ايه؟ في لعيبه ما لعبتش، ما خدمتش النادي. ليه؟ لان انت ما بقاش عندك القائد اللي بيدير النادي. احنا زمان على مر الاجيال الأجيال. والمجالس الاداره السابقه كان دايما عندك اللعيب بمجرد ما بتبيع لاعب انت بتجيب بديله. يعني انت يعني احنا انت كان عندنا احمد العجوز في خط الوسط، بالظبط. بعد كده بقى عندنا احمد حسن مكانه، يعني انت بعد مش كده عندنا بركات. يعني انت مش ضد فكره ان احنا ممكن نبيع لعيب، بس المهم ان احنا نجيب البديل المقارب ليه. هي دي النقطة، نجيب المقرب ليه اللي بيتماشى مع لعب النادي الإسماعيلي. ولكن اللي جه في الفترة الأخيرة من بعض السمسرة ومن بعض العملات ومن بعض الناس اللي بتسترخص بتوفر، ما العين اللي بتدور اللي بتدور على اللعب اللي يشبه النادي الإسماعيلي ما بقتش موجودة. ده خلانا بقى المستوى احنا فعلا عندنا ما عادش عندنا لجنه فنيه من سنين طويله جدا بتقدر ان هي تجيب اللعيبه اللي احنا خدنا بيها كاس مصر لما كنا او جبنا لعيبة بيبقى عندنا لجنه فنيه عشان ما نقدرش نتكلم. احنا عندنا اللجنه الفنيه بقياده كابتن علي ابو جريشه. في فتره من بس الفترات. ما دي في الفتره اللي سابقه اللي كان موجود فيها، بس كان محجم. يعني انت عامل لجنه بس انت محجم، انت ما فيش لعيبه مين اللي بيدور، مين اللي بيعمل، اللي يقدر يحدد لا ده. وكمان الشكل المالي اللي انت حاطته له انه يشتغل عليه ما يجيبش لاعب من مركز شباب.
يعني الشكل المالي كمان ضعيف جدا، ما تقدرش ده الموضوع تتحكم سيء فيه. جدا. فانا بقول لك انا مش ضد الاستثمار، وخلي بالك انا مش فارق معايا يبقى استثمار محلي، استثمار اماراتي، لكن انت اي عايز حاجه، الشكل بس انا المقنن. الفكره في م- شكل الاستثمار بيننا وبينهم عامل ازاي. م- انا عايز استثمار يعزز النادي م- ويقيمه، م. واتمنى يبقى بايد ابناء النادي. بمعنى. خلي بالك انت مش هتبقى خايف على روحك الا انت. طبعا. ها، طبعا. ابنك هو اللي هيبقى طبعا. قلبه عليك. م- انما هروح اجيب حد من بره هو عايز يستثمر، مش فارق معاه النادي. م. هو ممكن المسألة دي تمشي في أندية مش أندية شعبية، زي ما شفنا فكرة بيراميدز مثلا لما استثمروا وجابوه، لكن نادي براند زي الإسماعيلي ما ينفعش لا معاه ده انا عايز الفكرة اقول دي. لك على حاجه، م. الكلام ده ما ينفعش مع النادي الاسماعيلي بالذات. تحديدا. بنختلف عن كل الانديه اللي موجوده في مصر. م. مش بنميز نفسنا، ولكن طبيعه الشارع الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي بالنسبه له ده رمز. م. وانا زي ما قلت لك احنا كان رمز، كان موجود عندنا الانجليز وعندنا الفرنسويين. وده كان نادي الاسماعيلي شارك في كاس حسين كامل. فكان المقصود بيه ان هو رمز وطني، هو اللي بيتكلم باسم الانديه المصريه. في وقت كان نادي الزمالك كان النادي المختلط، مختلط. والنادي الاهلي كان بيحكمه كان رئيسه حد م. انجليزي. أيوه بالظبط. فالتوقيت ده كان الموجود النادي الوطني مين؟ الإسماعيلي. هو النادي الاسماعيلي. التاريخ. وبالتالي التاريخ كمان عاد ان الاسماعيلي هو اللي يلف عشان المجهود الحربي ويلم فلوس، عشان خاطر المجهود الحربي يشارك ويدعم فيها. هو اللي كان بيلف يلعب المباريات وفلوسها كلها كانت موجوده المجهود الحربي. الكلام ده كله زرع جوه النادي الاسماعيلي وطنيه، وزرع جوه الشعب الاسماعيلي احساس بالعزه والكرامه كده عند النادي ده. فتيجي تقول لي انا عايز اخلص من النادي وعايز اخصخصه وعايز افرط في اصوله، والايه التفريط ده بيجي خطوه خطوه. هو م. الاول بيبتدي معاك بخطوه، وبعد كده هتحس بمساوئ تانية فيبتدي التفريط يعني يكمل الصعود إلى معاك. السلم بشكل تدريجي يعني. السلم وهم خلي بالك الوضع اللي الاسماعيلي فيه ده فعل. هم عايزين الاسماعيلي كده عشان قيمه البيع تبقى قيمتها اقل، برخص لك البضاعة عشان أعرف عشان أخدها خاطر بقى. اعرف اشتريها واقدر م. اعرف انا اعمل منها شغل. فالكارثه اللي احنا مرينا بيها دي خلتني انا وزي كتير قوي في وجع موجود جوه الشارع الاسماعيلي، وجع على النادي الاسماعيلي. عشان كده كتبت مقال وقلت ده يا جماعه في جرس انذار. ما ينفعش ان ماشيين قاعدين عمالين موافقين، والناس خلاص اتهيأت قوي للبيع، وكل مشكلتها ان احنا ناخد 50% ولا 75%. احنا وصلنا لكده. قعدت بيني وبين نفسي قلت انا مش فاهم هنبص ازاي قدام مرايتنا ونقول لنفسنا احنا عملنا ايه في نادينا، م. فرطنا فيه عشان نروح كل الفلوس اللي هناخدها هنروح نسد بيها مديونيات بتاعت اخطاء. النادي الإسماعيلي نادي ليه تاريخ وليه جماهيرية، لكن المشكلة الأساسية إن هو نادي دايما بيعتمد على رجال الأعمال. فكرة رجل الأعمال دي موجودة على طول. شايف الموضوع إزاي؟ والله دي مشكلة عندنا احنا، مشكلة مش في الإدارة. م. احنا دي مشكلة عندنا في الثقافة. احنا م. عندنا مشكلة في ثقافة الشارع الإسماعيلي، إن إحنا بندور دايما على رجل أعمال كل كام سنة يجي ينقذ النادي، يجي يدفع فلوس. إنما هل إحنا بندور على حد يستغل أصول النادي ده عشان خاطر يعمل استثمارات، يعمل دخل ثابت للنادي الإسماعيلي؟ الكلام ده ما بنفكرش فيه. دايما التفكيرات تفكيرات وقتية، وده اللي عامل لنا الأزمة اللي موجودة دلوقتي. فضلنا مستغلين إحنا عايزين حد، فاللي بيجي اللي هي بيدفع الحلول اللي شوية. احنا بنسميها الحلول المؤقتة. الحلول المؤقتة. عايزين حد يجي يصرف شوية فيجي عايز ياخد فلوس، عايز يعوض الفلوس اللي صرفها قبل ما يمشي. هتلاقي القصة بقى فيها مشكلة، ندخل على طول بمديونيات. يجي حد عارف ان هو هيمشي يروح عامل جايب صفقات بفلوس عالية جدا تعمل مديونية على النادي، وتعمل مشكلة وأزمة فيما بعد. وأزمات تبقى موجودة. م. ومين اللي بيدفع الثمن؟ النادي الإسماعيلي. فطبيعي دي الثقافة احنا موجودة عندنا، لازم ان احنا نغيرها. م. يعني فكرة ان احنا بندور على رجل أعمال، الإسماعيلي كيان كبير والحمد لله يمتلك أصول وموارد تقدر تخدمه وتقدر تخدم عليه، إن ما يحتاجش لحد. أنا بحلم إن النادي الإسماعيلي يبقى مؤسسة رياضية تعتمد على نفسها، ما نحتاجش الرجل أعمال. القيادة اللي جاية تدير النادي الإسماعيلي جاية تدير أصول النادي، وجاية تبقى موجودة بتحل المشاكل الوقتية. إنما الدخل بتاع النادي دخل موجود، م. مؤسسة قادرة على الاستمرار. انما مشكلتنا ان احنا بنفكر في حلول وقتيه،
وبندور على رجال اعمال مين اللي يجي يصرف. وفي ظل الظروف الحياتيه دلوقتي محدش هيجي يرمي، وخصوصا ان الارقام بقت كبيره جدا، خزعبليه يعني. يعني ارقام غير عاديه. خزعبليه ده فعلا. عشان ممكن عشان لعيب واحد تلاقي صفقات، مين اللي هيجي يرمي فلوس تحت رجل لعيبه؟ ها، يعني احنا في مصر بالذات مدين لها قيمه سوقيه اعلى من قيمتها، ده صحيح. وفي الاخر ممكن تلاقي اللعيب ده اتصاب، ولا يعني دفع الفلوس دي كلها واللعيب اتصاب ما لعبش، ما يعني استفدتش منه ما بحاجه. استفدناش منه. فالقصه كلها، انا اتمنى ان النادي الاسماعيلي ده كيان كبير يقدر يحول استثماراته من فكره رجال من الاعمال فكره لفكره رجال مؤسسه. الاعمال، ان تبقى مؤسسه قادره تصرف على نفسها وعندها استمراريه. خلينا نرجع لفكره الاصلاح اللي احنا اتكلمنا عليها في بدايه حوارنا، ونقول إن انت شايف مجالس الادارات السابقه كلها ايه المشاكل اللي كانت عندها؟ احنا كده هنبتدي تعمل لي مشاكل. هذا اللي انا هبتدي اقلق منك فيه. ما انا ماشي معاك بالترتيب اهو. يعني داخل معاك بالترتيب. لا والله، بص، مش خليني. احنا مش قصدنا ان احنا نتكلم على حاجه لا، انا في بشكل اصلا في كل كلامي عايز اقول لك ان مجالس الادارات لازم غصب عني لازم اتكلم عليها باحترام. ليه هتكلم عليها باحترام؟ ما احناش مجبرين على ده، بس انا ليه بقول ان عايز اتكلم عليها باحترام؟ لان الناس دي اشتغلت في ظروف صعبه جدا. جميل. انت بتتكلم على ناس بتيجي عندها التزامات وعندها لعيبه قضايا وعندها مزمنه. قضايا مزمنه آه. وقضايا مورثه. يعني هتلاقي مجلس بيورث قضايا المجلس اللي بعده. بمديونيات من المجلس السابق. كل ده بيشتغلوا في ظروف ومجهود ربنا يكون في عونهم. بس في مشكله عندهم، ان هم كانوا بيشتغلوا بفكر قديم في اداره الانديه. أيوة. والانديه دلوقتي الرياضيه ما ينفعش تشتغل بكده. مم. الانديه الرياضيه دلوقتي بتشتغل باستثمار، مم. باقتصاد، بتخطيط طويل المدى. هو ده اللي يقدر يعمل استثمار، يحول اي اصول موجوده لقلب النادي كدخل ثابت. هي ممكن انا اختصرها بان احنا مش شغالين بشكل علمي. يعني احنا شغالين بشغل العادي، يعني الشغل العادي، لكن اداره بشكل علمي ما كانتش يعني كانت فلتة شويه، مش موجوده. خلي بالك ان ده برضو عشان في جزء منها بيجي عن طريق الانتخابات، والانتخابات بتبقى تربطات. ودايما ما بتفرزش احسن الناس يعني. يعني مش عايز اقول كده. لا، ده هي قاعده في كل يعني هي الانتخابات دايما القصه بتفرز كلها احسن ان الناس. الناس بتحب النادي الاسماعيلي، وكان عندها هدف انها تبقى بتخطط للنادي الاسماعيلي. بس عدم وجود الامكانيات والتفكير ان انا ببص للمشكله الحاليه، ما ببصش للنادي بفكر طويل عايز المدى. احل اللي انا فيه، مش انا عايز باصص بخلص المده بتاعتي، فعايز اعمل اللي يقول ان انا عملت. انما هل انا اخد قرارات واقدر اشتغل للنادي الاسماعيلي؟ كان بينقصهم الحته دي. فدي عملت ازمه عند مجالس الادارات، ما حققتش رغبه الشارع الاسماعيلي في ان الاسماعيلي يفضل زي ما هو. مستمر. احنا عندنا مشكله، ودايما بقولها، احنا مش عايزين رئيس نادي، احنا عايزين قائد تحترموا اللعيبه. لما يجي يدخل اوضه اللبس اللعيبه تخاف منه احترام. احنا عايزين مصلح مع الاصلاح قائد. يعني خلي بالك، ما هو احنا عايزين قائد اقتصادي. خلي بالك، انا هي نقط. طبعا. انا عايز حد قائد يكون موجود اقتصادي. المواصفات الشخصيه فيه ان لما يدخل اوضه اللبس اللعيبه تقف له احترام. لما يبقى قاعد في قلب المقصوره موجود، اللعيبه بتخاف وبتلعب حرصا على القائد اللي موجود. الجماهير بتتلف حوالين منه. التنفيذيين بييجوا لغايه النادي يقعدوا معاه ويشوفوا طلباته ايه، مش هو اللي بيروح لهم عشان يتحايل عليهم عشان خاطر عايز ده. انت بتفقد نص هيبتك مع عدم وجود قائد. خلي بالك، انا عايز اقول لك، احنا الاسماعيلي احنا كان موجود عندنا مين؟ احنا كان عندنا الدكتور سليمان عيد، وكان عندنا عثمان احمد عثمان، واسماعيل عثمان، وكان عندنا قامات كبيره جدا، وعمنا عمر. احنا كان عندنا اسماء قويه جدا. كانوا فعلا. انا عايز اقول لك على حاجه، كنت سمعت قصه عن المهندس محمد رحيل. هو كان عضو مجلس الشعب، فبيقول لك كان بيروح مجلس الشعب، لا حد كان بيسلم عليه ولا حد كان بيشوفه ولا حد بيساله. اول لما مسك النادي الاسماعيلي بقى كل المجلس بيروح يسلم عليه، وازيك يا باشمهندس، والاسماعيلي عامل ايه واخباره ايه. الاسماعيلي كان براند شهره. كل كان ممكن يدفع فلوس عشان خاطر بس يعدي ويكبر اسمه موجود. دلوقتي ما حدش بقى بيقرب من النادي الاسماعيلي، بقى قنبله موجوده. ده ليه؟ عشان ما فيش قائد. عارف، لو قدرنا نوصل ان احنا نلاقي قائد تتلف الجماهير حوالين منه، الاسماعيلي هيبقى في حته تانية يعني خالص. هيبقى نص المشكله اتحلت. طبعا، لان انت اولا انت بقى المواصفات اللي موجوده عندك مواصفات قياديه ومواصفات اقتصاديه، لان النادي الاسماعيلي محتاج حد بفكر اقتصادي يقدر يطور في اصول النادي ديت بفكر اقتصادي.
ترجع الكلام ده بمردوده بدخل ثابت للنادي الاسماعيلي، ما نفضلش في اللي احنا فيه ونقدر نحل الازمات اللي موجوده عندنا. اتمنى ان إن شاء ربنا يوعدنا بقائد كلنا نتلف حوالين منه. كلنا بنتمنى ده. كان في جبهة إنقاذ ومن بعض أعضاء مجلس الإدارة. أنت بتضحك ولا ربنا قلقان ولا يسترها. وده موجود في أي جمعيات عمومية، وكان ليهم رأي. أيا كان بقى الرأي، نتفق نختلف عليه. هل كان الرأي ده أنت من وجهة نظرك أنت كنت موافق على وجود جبهة الإنقاذ من الجمعية العمومية؟ وهل أثرت فعلا في الحالة بتاعت النادي اللي وصلتنا للي احنا فيه دلوقتي، ولا دي بعيدة عن اللي احنا فيه؟ بدايه المشاكل بقى هندخل بالظبط. فيها كده. هو انت قنابل انت الموقوتة. عمال قاعد عمال ما أنا بتعملها باخدها لي لك سنه. بالتدريج أهو. بص خليني اتفق معاك ان جبهه الانقاذ سعت انها تدخل عشان حل مشكله للنادي الاسماعيلي. بس انا كحسن انا ما بنتميش لاي جبهه انقاذ، انا بنتمي للكيان. انا لما بحب النادي الاسماعيلي، ولو بفكر في النادي الاسماعيلي. مشكله ان جبهه الانقاذ ان الاسماعيلي مش متحمل معسكرات. النادي الاسماعيلي مش عايز جبهات تبقى موجوده فيه، مش عايز خلاف يحصل ما بيني وما بين زميلي او اخويا على صراع مختلف عن انقاذ النادي الاسماعيلي. بدل ما نصطف لا، وفي أوجه حوالين كتيرة للصراع، يعني في بدل صراع. ما نصطف حوالين النادي الاسماعيلي اتحول الموضوع لخلاف مم. وتبادل بقى اتهامات موجوده ما بين الجبهات داخل النادي الاسماعيلي. احنا مش متحملين ابدا لا، معسكرات. وكان في كمان بعض التصاريح من بعض الشخصيات اللي موجوده، مع كامل الاحترام، بان في حلول موجوده، وبعد كده ما لقيناش حلول. يعني الحلول موجوده بص يعني. خليني نتفق، كان في جبهه انقاذ. كان في جبهه انقاذ، النوايا كانت صافيه لحد ما نقدر نقول 50-50. ممكن النوايا تبقى كانت صافيه. م. بس احنا من التجربه دي وصلنا ان حلول اللي احنا عايزينها ما بتجيش بالنوايا. م. يعني الاسماعيلي مش ما فيش حد هينقذه عشان ردود الافعال. م. لا طبعا. والخلاف اللي موجود ده هو مش شاغلني خالص. انا اللي شاغلني سؤال اهم، ان ده ما يكررش تاني. اه احنا مش محتاجين ده، احنا عايزين نصطف حوالين النادي الاسماعيلي. م. عايزين نقف نختار له قياده موجوده نقف وراها تحل مشكله النادي يعني الاسماعيلي. هو احنا بنقول ان احنا بدل ما احنا قاعدين عمالين قعدنا نحط بالعلامات الحمراء على اللوحه، لكن ما حدش فينا حاول يصلح اللوحه. لا مفيش، احنا نقدنا. م. وكل النقد، خلي بالك ان في جزء كبير جدا من مجلس الاداره السابق ان الناس ما بقاش عندها ثقه في اي تصرف هي تتصرفه. م. انا ما بتكلمش عليه، انا بتكلم على الناس هي اللي عندها احساس عدم الرضا من الفتره اللي كانت بتدار منهم، وخلاص هم ما كانوش عايزينه. م. ولكن التصرف اللي احنا تصرفناه ما كانش انقاذ للنادي، هو كان صراع ومعسكرات. والاسماعيلي مش محتاج كده. هو الاسماعيلي كيان كبير، ما ينفعش ان احنا نمشي ورا كلام يعمل صراع فيه، وفي الاخر بينتهي الموضوع ان احنا خلاص هنفرط في اصول النادي وينتهي. تخيل ان احنا دلوقتي قاعدين مشغولين بالصراع اللي موجود جوه بيننا وبين بعضينا والخلاف والمعسكرات اللي وما عملناها وصلناش ببعض، لحاجه في الاخر. وسايبين النادي ما ما بننقذوش. وصلناش لحاجه في الاخر. احنا النادي بيتباع بيتفرط حتى فيه. الوزير اللي مشي في التعديل الوزاري الاخير لبسنا في الحيطه. يعني ما فيش اي حاجه، ما فيش حاجه اتعملت، ما فيش حاجه جديد يعني. خليني انا دايما بقولها، خلينا نختلف في الرأي بس ما نختلفش في انقاذ النادي. النادي الاسماعيلي مش فريق كوره، ده جزء مننا، حته مننا يا جماعه. ما ينفعش ان احنا ننشغل مع بعض في صراعات وسايبين الكيان بنفرط فيه، او في ناس بتخطط لانها توقع النادي وتفرط فيه. تمام. خليني قبل ما اطلع من ملف النادي الاسماعيلي اسالك سؤال اخير. اتفضل. ربنا يستر. لو طلب منك انك تعمل خريطه لاصلاح النادي الاسماعيلي او لتمهيد الطريق لاصلاح النادي الاسماعيلي، ايه الابجديات اللي عندك للخريطه دي؟ مفرداتها ايه؟ طبعا المفروض ان في خطير. بس لو انا هتكلم على استثمار يبقى طويل المدى. انا مش بتكلم على حلول مؤقته دلوقتي، يعني انا بتكلم على الاسماعيلي ايه اللي محتاجه. تمام. طبيعي ان انا لو عايز اعزز او استغل اصول النادي، اول نقطه اراجع مصروفات النادي. لازم اعاده هيكله مصروفات النادي. ما ينفعش ابني نادي هو مش عارف مصاريفه رايحه فين وفلوس رايحه فين. ده شغل محاسب قانوني بقى. هو احنا عندنا مشكله. الاسماعيلي طالعه منه مخرجات في الانفاق
انتش عارفها وما انتش قادر تحجمها. القصه دي عامله مشكله، فلازم نعيد هيكله مصروفات النادي. دي النقطه رقم اللي واحد. بعد منها ان انا ادير اصول النادي. هنتكلم مثلا ايه اصول النادي اللي عندك اللي انت عايز تديرها، اللي تقدر تديرها؟ اصول النادي. اولا نادي النخيل. نادي اللي هو النادي النخيل احنا الاجتماعي استلمناه، الجديد. النادي الاجتماعي ده 30 فدان. اولا انا عندي عضويات المفروض اعملها فيه، هقدم طلب لشباب الرياضه ان انا هفتح باب عضويات ل 3000 عضويه لو حطينا مثلا العضويه ب 60,000 ولا حاجه، ده ممكن تعمل ب مبلغ. 80,000 جنيه العضويه، ونجيب بنك وطني يقسط العضويات ديت. 80,000 جنيه في 1000 عضويه، الاول 1000 عضويه انت كده عندك 80 مليون جنيه. هنصرف 30 مليون على النادي، لان طبعا في اعضاء موجوده عايزه تستفيد، وفي حاجات، في بعض المشاكل في استلام النادي، كل ده يتم اصلاحه بانشاء ملاعب بدل، يعني في حاجات كتير جدا تقدر تتعمل تخلي النادي الاجتماعي الناس تنجذب ليه. و50 مليون هيخشوا تاني يوم فورا في خزينه النادي الاسماعيلي. هنخلص ده، عندك سور النادي. سور النادي الاجتماعي ده يساع 600 محل، يعني ده بالمقاييس بالمقاييس الهندسيه. على فكره الهندسية. في مخطط معمول، كان دراسه معموله لكل الكلام اللي انا بتكلم فيه ده، بتعزيز النادي يبقى موجود ازاي. القصه كلها في ان النادي نستلمه ما نستلمه، كان فيها مشاكل. يعني 600 محل، لو قلنا ايجار المحل 20,000 جنيه انت بتتكلم في 12 مليون جنيه. على ما يتبني دوت عندك اتجاهين: لا اما نجيب بنك وطني يقسط للمقاولين وياخد الفلوس دي من الايجار، او يتاخد 3 شهور تامين وشهر مقدم، يعني كده انت دخلت في 48 مليون يتسدد المقاولين، وبقى عندك دخل 12 مليون ثابت للنادي الاسماعيلي. ماشي. تعال على النادي الاسماعيلي القديم، المكان اللي عند الملاعب المفتوحه، اللي عند الفندق، الناحيه اليمين والناحيه الشمال كان في مخطط ان هيتعمل مجمع بنوك. ايوه، كان مخطط مجمع البنوك دوت ل6 أو 8 بنوك. انت قصدك حضرتك اللي ظهر حديقه رضا؟ الموجود قصدي على حديقه رضا، واللي الناحيه التانية اللي بتقابله الناحيه التانية تمام. اللي عند الجامع، يتعمل 10 بنوك. البنك ب 300,000 جنيه ايجاره في الشهر، يعني 3 مليون جنيه. و20 محل الناحيه دي و20 محل الناحيه دي، محلات مساعده تقدر تخدم. المحل مش زي اللي هيقل عن موجود على شارع 25، شبين، زي اللي موجود زي على اللي موجود ب 25,000 جنيه المحل. خلي بالك انا بديك قيم قليله، ولكن انا بتكلم على الاستثمار. ادي كده انت دخلت لك في مليون جنيه، يعني 4 مليون جنيه موجودين عندك. وهكذا برضه هتاخد ال3 اشهر زائد الشهر، او بنك هيقدر يمول الموجود، وانت هتعمل عندك مجمع بنوك. هتخلص الاستثمار دوت وهترجع تشتغل على فندق اللعيبه، تهدي ويتعمل فندق محترم بحمام سباحه، ويتم تاجيره واخد بس دورين للعيبه وللضيوف اللي بتيجي من النادي الاسماعيلي، ويجاب شركه هي اللي بتدير، هيدر دخل جامد للنادي الاسماعيلي. ده غير ان انت ممكن، طبعا انا بكلمك على قائد اللي هيمسك النادي، هيقدر يجيب المحافظ ويجيب وزير الشباب والرياضه، ويحصل تواصل مع وزير العدل، ويتعمل شهر عقاري في قلب النادي بخدمات مميزه، بفلوس مميزه لعضويات النادي تقدر تدر دخل. ممكن يتعمل وحده تراخيص للمرور في قلب النادي الاسماعيلي، هتدر دخل. انت بتحول كل جزء موجود عندك لاستثمار، لكل استثمار. خلي بالك انا كل ده وكلمتك على 1000 عضويه. انا على بال ما اخلص ده وهيتباعوا طبعا هندخل في ال1000 التانيين، وساعتها مش هيبقى ب80، ممكن يبقى ب100. هتصرف 20 مليون وهيدخل 80 مليون لقلب خزينه النادي، وهتسيب للمجالس اللي جايه 1000 عضويه تانية تبقى موجوده معاهم. انا ما كلمتكش على حقوق رعايه، ما كلمتكش على الاكاديميات، ما كلمتكش على بقيه السور بتاع النادي الاسماعيلي القديم، انا ما كلمتكش على حاجات كتير. الاسماعيلي مليان ممتلكات واصول، بس مين اللي يقدر يستغل ده؟ مين اللي يقدر يفيد النادي الاسماعيلي من غير ما يفكر في مصلحه؟ فكره وجود القائد اللي انت قلت عنه، القائد. انما ايه؟ بشرط بدون ما حد يكون عايز يعمل سمسره وحد عايز يعمل مصلحه، نيجي احنا بقى ندور على شركات من بره عشان تيجي تدفع لنا فلوس ونبيع النادي، يقول لك اخد 75%. احنا قادرين نقدر ندير اصولنا، بس هي ايه؟ قائد يكون بفكر اقتصادي. كده احنا اتكلمنا عن المصلحين، وكلمنا ازاي يكون عندنا وسائل للاصلاح، وخلصنا من ملف النادي الاسماعيلي. انتظرونا في الجزء الثاني. جاهز؟ يا مسهل. توكلنا على الله.